فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أيها الأحباب الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حييكم وأرحب بكم معنا ضمن هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإفتاء اليومي الذي يأتيكم على المباشر هلا سألوا. نرحب فيه بإخواننا وأخواتنا المتواصلين معنا داخل هذا الوطن المفدى وخارجه، ونسعد في بداية هذا اللقاء ومطلعه أن نرحب بصاحب الفضيلة الأستاذ وفضيلة الدكتور السعيد بويزري. شيخنا السلام عليكم، أهلا ومرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن للتواصل مع فضيلة الدكتور 021 37 42 87 021 37 45 64. نسعد بتلقي مكالماتكم على أرقام التواصل الظاهرة أدنى الشاشة وبعد بيان موضوع هذا اللقاء. أحبة الإيمان، من رحمة الله عز وجل بعباده أن جعل لهم مواسم الخير يكثر أجرها ويعظم فضلها حتى تتحفز الهمم وتنشط العزائم ابتغاء الأجر العظيم والثواب الجزيل. وشهر رمضان من أعظم هذه المواسم، شهر تمنى النبي صلى الله عليه وسلم لقاءه إذ قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. إذن دكتور، نقف بعض الوقفات المهمة لنا ولإخواننا تنبيها وتذكيرا. أول هذه الوقفات مع الوصية النبوية الشريفة للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وإن سابه أحد فليقل اللهم إني امرئ صائم. أول هذه الوقفات مع هذه الوصية النبوية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغنا رمضان. اللهم آمين. يا أخي محمد صالح، جزاك الله خير على هذه الوقفة الأولى التي بدأت بهذا اللقاء. نبينا صلى الله عليه وسلم يحبنا جدا ويريد أن نجعل هذا الشهر شهر الاستثمار في الطاعات والقربات. لا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بنية صادقة مع الله، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديثه المشهور: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. عقد النية، إبرام النية على استقبال هذا الشهر الفضيل استقبالا جيدا يليق بمقامه. بعد إبرام النية وعقدها وتوثيقها مع الله عز وجل، لابد أن يتهيأ الإنسان المسلم نفسيا وعقليا لاستقبال هذا الشهر. هذه الوصية الأولى وصية عظيمة جدا، مما يعرف في دنيا الناس، خاصة في بداية شهر رمضان، وخاصة مع الأيام الحارة، مع الأيام الساخنة في هذا الفصل الصيف. يعني الإنسان معرض للغضب، معرض لبعض ارتكاب بعض التجاوزات، معرض للاستفزازات المقصودة وغير المقصودة من قبل الناس. لذلك هذا الحديث النبوي فيه توجيه وهدي مهم جدا. فإذا سبه أحد أو قتله يقول اللهم إني صائم، بمعنى ليحافظ على على أجر هذا الصيام، وإلا قد يضيع يعني أجره، يصوم ويتعب ويجوع ويعطش، ولكن ربما يبتلى بابتلاء خفيف في النهار وهو صائم، فيستجيب لذلك الاستفزاز ويرتكب بعض الحماقات وتصدر منه بعض التجاوزات التي تجعله يضيع أجره، وكذلك يندم في النهاية لأنه ما استثمر ذلك اليوم استثمارا جيدا. لذلك هذا الهدي النبوي، هذا التوجيه النبوي الكريم يجعل الإنسان المسلم مهيئا لاستقبال هذا الشهر استقبالا جيدا، لإبرام النية الصادقة لصيام أيامه وقيام لياليه، وكذلك ليبتعد عن الرفث والفسوق وكل ما هو مخالف للأخلاق الإسلامية وما هو مخالف لحرمة هذا الشهر الفضيل، ضمانا للأجر، ليكون أنموذجا، ليكون مسلما أنموذجا لغيره، فيستثمر هذه الأيام المباركات ويتقرب الله عز وجل بالطاعات وبسائر القربات. نعم. الوصية الثانية عقد النية على صلاح القول والفعل. فضيلة الدكتور، كيف يكون ذلك؟ نعم،
أكيد أن النية كما ذكرنا قبل حين، النية محلها القلب. لابد أن يتهيأ قبل أن يحل الشهر الكريم، قبل أن يحل هذا الشهر الفضيل. نعم. هذا الشهر المبارك شهر القرآن، لابد أن يبرم النية لكي يكون صالح، ليصدر منه القول الصالح والفعل الصالح. نعم. هكذا محمد الصالح. نعم هو كذا. لذلك الصلاح في الحقيقة مقام رفيع يعني. والله غير كي كنت أتكلم مع الصلاح يعني قبل حين مع أحد الإخوان، تذكرت ما قاله الشافعي رحمه الله، رحمة الله عليه. ينسب إليه قول في هذا الباب يعني في الصلاح، كي يقول أحب الصالحين ولست منهم. سبحان الله. نعم. لأن الصلاح هذا مقام رفيع. يقول أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة وأبغض من تجارته المعاصي وإن كنا سويا في البضاعة أو سواء في البضاعة. فرد عليه هكذا يقول أحد الفقهاء، وهناك من يقول أنه الإمام أحمد بن حنبل يقول تحب الصالحين وأنت منهم لعلهم أن ينالوا بك شفاعة وتبغض من تجارته المعاصي عافاك الله من شر البضاعة. لذلك لابد الإنسان المسلم أن يبرم النية من البداية باش يعني تصدر منه الأقوال الصالحة والأفعال الصالحة يعني في هذا الشهر الفضيل، فيتدرب على ذلك فيرافقه الصلاح، صلاح القول وصلاح الفعل طوال الأيام، لأن شهر رمضان مدرسة تدريبية نتدرب فيها ونتعلم منها الشيء الكثير. لذلك نسأل الله أن نجعل هذا الشهر شهر الاستثمارات في القربات والطاعات. نعم. الوقفة الثالثة ضرورة الفقه والمعرفة بأحكام الصيام فضيلة الدكتور. نعم. الحقيقة كل عبادة لابد أن تكون مسبوقة بفقه وبعلم. نعم. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، ومن باب الإتقان معرفة الفقه. نعم. donc واحد مثلا يروح الحج باش يتقن حجه يتقن مناسكه، إذا لم تكن لديه معرفة مسبقة بالأحكام الفقهية المختلفة في الحج لا يتقن عمله، لا يتقن حجه. وهو ممكن بعد ذلك كما ربما حصل للكثير من الناس بعد ما يرجع يعرف بأن هناك در تجاوزات أو أخطاء فيندم، يقول ضيعت وقتي وضيعت مالي وضيعت الفرصة، لأنه باش تصح له في الحج ليس بالأمر الهين. نعم. لذلك نحن كثير ممن ضيع يعني. نعم. نستقبل هذا الشهر الفضيل لا بد من الاطلاع على الأحكام الفقهية المتعلقة بشهر رمضان المعظم، يعرف كيف يصوم، ما هي يعني واجبات هذا الصيام، ما هي مندوبات هذا الصيام، ما هي مستحبات هذا الصيام، يعرف كل هذه الأمور حتى حينما ربما يحصل له أي شيء من الأشياء يعرف كيف مثلا في وقت مثلا يسحر على افتراضي على اعتقادي أن الليل لا يزال قائما، يسحر بعد ما يسحر يشوف الساعة راه الذن منذ بالك ساعة أو 40 دقيقة، فماذا يصنع؟ يعني هل يعيد ذلك اليوم أم لا يعيد ذلك اليوم؟ بالنسبة للمرضى، بالنسبة للحوامل من النساء، بالنسبة للمرضعات من النساء، بالنسبة للمسافرين، ربما أيضا أشياء أخرى تقع الإنسان في العمل، وكذلك بالنسبة للمرضى ممكن الإنسان يكون في صحته جيدة ما شاء الله وبعدين يصبح مريضا في هذا الشهر، هل يفطر أم لا يفطر؟ الفدية، فدية الصيام كيف يفدي صاحب العذر، أصحاب الأعذار لهم فدية يقدمونها للفقراء والمساكين من أجل تحصيل الأجر إن شاء الله تعالى، إذا سلب الله ما وهب أسقط ما أوجب. فترتاح نفسه. لذلك فالأحكام الفقهية مطلوبة الإنسان باش يتعلمها لاستقبال هذا الشهر، فيعقد العزم على صيامه صياما كاملا، نسأل الله القبول. اللهم آمين يا رب العالمين. إلى مزيد من الوقفات الأخرى ونحن نستقبل هذا الشهر الكريم أحبة الإيمان، نأتي بكم إلى نهاية هذا الموضوع الذي نسأل الله تعالى من خلاله أن تكونوا قد استفدتم. ونبدأ على بركة الله بالأسئلة الواردة إلى البرنامج. وأول هذه الأسئلة دكتور سعيد، الأخ سيد علي من العاصمة يسأل ويقول بعد البسملة، يقول عندي صديق محترم ومتدين تعرف على فتاة مخلصة ومتدينة يريد الزواج بها على سنة الله ورسوله، لكن الأم عرقلت زواجه بكل الطرق حتى وصل الأمر بها أن مارست ضغوطات على كل أفراد العائلة ليكونوا أيضا سدا له أمام هذا الزواج، فما حكم تصرف هذه الأم؟ أرجو منكم الجواب عبر حصتكم هل سألوا وبالأمازيغية، وشكرا.
إن شاء الله نجيب بالعربية وبالأمازيغية. بالنسبة للجواب يعني جوابنا عن هذا السؤال نفيد الأخ سيد علي بما يأتي بيانه. نبينا صلى الله عليه وسلم أرشد الشباب إلى الزواج، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج إلى آخر الحديث. ثم بين أيضا تنكح المرأة ل4، ذكر يعني معايير اختيار المرأة للزواج، وكذلك ذكر معايير اختيار النساء للرجال يعني في الزواج، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم أو أتاكم في رواية من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، أو في رواية أخرى أو فساد كبير. لذلك كل هذه الأمور مطلوبة. طيب فإذا كان هذا قصد الزواج بامرأة معينة، في الحقيقة أحيانا الوالدين يرتكبون بعض الأخطاء، طبعا لا أعمم الحكم. نعم. ويساعد اللي يتزوج برضا والديه، وهذا هو الأحسن، هذا هو الأحسن أنه يتزوج برضا الوالدين. ولكن لا ننسى بأن الله عز وجل قد أوصى الوالدين بالأولاد في مثل قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. بقدر ما الشرع الإسلامي أوصى الأولاد بطاعة الوالدين، نعم في المعروف وبالوالدين إحسانا، والآية كثيرة في هذا الباب. وكذلك أوصى الوالدين باش أيضا ينصفون أولادهم ويحسنون إلى أولادهم ويعدلون بين أولادهم. فقوله تعالى يكفي في الحقيقة حينما يقول يوصيكم الله في أولادكم. إذن فالأم حينما تعرقل، إذا كان عرقلتها كانت لسبب مشروع، لسبب جدي، لمسوغ شرعي متعلق بالكفاءة مثلا، يعني مثلا غياب شرط من شروط الكفاءة لدى تلك المرأة، يعني نقول هذا مبرر لها مسوغ شرعي. أما هكذا بلا سبب أو لسبب آخر غير مشروع، يعني كأن لا ترضى بهذه البنت ولكن هي ترضى ببنت أخرى، فنقول هذا لا يصح. في الحقيقة نقول للوالدين لا، أولادكم ما توليوش عقبات وحواجز أمامهم، وربما ذلك الولد يتصرف تصرفا سيئا منافي للأخلاق يعني تجاه والده أو والدته. نقول للوالدين حذروا أولادكم، حنوا على أولادكم، لأن الحنان راه مطلوب كثير كثير كثير، ولا بد من الإرشاد والتوجيه. أما أنك تكون عقبة بغير سبب فهذا أمر لا يقبله الشرع. الله الموفق. نعود إلى الجواب إن شاء الله قبل القبالية نقولها إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. نعم. بعد ما نسمع بعض المكالمات التي هي على الخط. أولها زبيدة من البوليدة. السلام عليكم. أخت زبيدة السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أختي كريمة. نعم. يا أخي عندي بعض الأسئلة للشيخ الفاضل. نعم. عندي السؤال الأول بالنسبة للصيام. نعم. أنا نصوم الاثنين والخميس. نعم. وصمت في هذا في شعبان، صمت الاثنين والخميس، وصمت هذوك 3 أيام ثاني تاع 13 14 15. نعم. ودوك تسمى كيفاش ندير عند الصيام هذو الايام اللي مازالوا جايين تاع الاثنين والخميس. كاين اللي قالوا لي صافي ما يجوش 15 الاخرين ما تقدريش تصومي، صافي كيفاش نصوم ولا ما نصومش؟ نعم. وعندي سؤال واحد اخر ثاني. تفضلي. مفهوم اخي؟ مفهوم. نعم. عندي سؤال واحد اخر. انا المسجد قدامي. نعم. وهكا كاين شي نساء كما يقولش جيراني صافي يقولوا لي علاش ما تروحيش صافي للجامع بالجمعة التراويح. وانا صح نحب نروح، بصح كنت نروح من بعد حبست. علاش حبست؟ كي نروح عندي الناس تما كامل يعرفوني، الجيران ويحبوني، كي نتلاقى بهم تما يجوا معايا في الجامع يسخسوني، صافي ما نحبش نرجعهم. صافي على هذيك اللي ما حبيتش باش نزيد نروح للجامع. صافي نعم يحرجوني. صافي كي نهضر معاهم هاني نخسر صلاتي، ما نهضرش معاهم يقولوا لك هيك تكبر ولا كش حاجه. واضح يا اختي. صافي اسكو انا اثنى ولا لا؟ نعم. وعندي سؤال واحد اخر يا اخي اسمح لي. تفضلي. عندي وليدي عنده 16 سنه. نعم. خاطر راح للجنان عند واحد مولا جنان هكذا، يجيب لنا حشيش هكا مربي وباه كارانو، لقاو كتاكين كبار تاع ذبيحه تاع الكباش. واش لقى؟ لقاو كتاكين الموت. لقى سكاكينه. موت تاع ذبيحه تاع الكباش تاع العيال. نعم. كبارهم على كل حال. لقاو في الناس 3 سكاكين. انا وليدي صغير عنده 16 سنه ومولا جنان كان معاه. لقاوهم في الحشيش، ماشي الناس ذبحوا.
نعم. كنت طرحت هذا السؤال وظنيت ما فهمنيش كي طرحتوا له. هما لقاوهم في الحشيش، ما على بالناش واذا كاش ناس كاش ما كانوا راح يديروا بيهم وخباوهم تما ولا ما على باليش. المهم هما راهم مده عام عندهم. نعم. ومن بعد تما وليدي كي عاد جاي قال للمنجنان قال له عطيني واحد ما عندناش باش نذبحوا في الكبش في العيد. قالوا واحد والسيد دا زوج. صافي زوج كيفاش نتصرفوا في هذا الاخر؟ اسكو نخليه اسكو كيفاش نتصرف فيه؟ ما حبيتش صافي باش ندخل فيه وليدي تما في نعم. مول الجنان على باله باللي بنك لقى السكاكين في البستان هذا. ايه هما لقاوهم كيف هو معاه. وكان معاه هو. كان معاه هو السيد هذا دا هو زوج ولقى واحد الوليدين. واضح ان شاء الله. واضح ان شاء الله. ان شاء الله. صافي ما عرفتش كيفاش صافي دوك هذا الاخر كيفاش نستعمل به ولا كيفاش نديرو ولا نخليه ولا ما على بالي. واضح اختي زبيده ان شاء الله. بارك الله فيكم. ربي يوفقك. شكرا. الحصه هذه. يبارك فيك الله تعالى. ربي يعاونكم. امين ان شاء الله. مجيد من العاصمه، السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا خويا مجيد. الله يسلمك، مرحبا بكم. اهلا وسهلا، تفضل. الله يسلمك. استاذ انا عندي سؤال يعني فيما يخص الام ديالي. نعم. عندي الام ديالي مريضه هذه مده سنين. عندها مرض يعني مرض الوسواس والقلق. نعم. شفنا يعني الاطباء عطوا لها ادويه، عالجت بالادويه ما يعني بدون نتيجه. نعم. في يوم من الايام يعني عرفت انسان قال لي روح ديوها باش ترقيو لها وكذا وكذا. ديتها رقيت لها ثاني ما جبت اي نتيجه. بعدها يعني تعرف انسان واحد اخر قال لي كان راقي مليح في المغرب. نعم. في المروك. نعم. قال لي كان راقي مليح في المغرب. يعني رحت ديت الام ديالي رحت للمغرب ديتها عند الراقي هذا حوست عليه لقيته يعني استقبلنا قال لي ما كاش مشكل وكل شيء. قلت له القضيه تاعها وكل شيء رقى لها. بعد ما كمل الرقيه قال لي كي تدخل للجزائر لازم تذبح لها. قلت له نعم واش نذبح؟ قال لي لازم تذبح كبش والاخر اسمه اللي يقولوا احنا الفروج. كبش وفروج. نعم كبش وفروج. ومن بعد كي قال لي هكذايا انا شغل يعني شغل ما عجبنيش الحال. شغل كانه شغل ما نحبش هذه الاشياء هذه ما نحبش ندخل في هذه الاشياء. قلت له كيف هذه نذبح لها فروج والاخر ولايا؟ قال لي بلا حبيت داويها لازم نذبح لها كبش وفروج. ويعني بديت نسال فيه ونتكلم معاه حتى قال لي انا نخدم بالجن المسلم. قال لي الجن المسلم يجوز يعني شيء يعني هذا الشيء هذا يعني فاجأني به. دونك وانا دخلت الجزائر يعني ما درت اي حاجه ما حبيتش ندير اي حاجه ما حبيت لا نذبح لا ندير اي حاجه. حبيت يعني تفسر منكم هل يجوز ولا ما يجوزش. نعم واضح يا مجيد واضح. ربي يرفع ضر امك ان شاء الله. الله يسلمك. يعني باش برك الانسان باش ما يكونش يعني يغلط مع ربي سبحانه. انت ذبحت يعني ولا لا؟ نعم. انت ذبحت هذه الاشياء ولا لا؟ لا 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 ما درتش يعني نسمع فيكم باش نستفسر يعني باش خير فعلت ان شاء الله. خيرا فعلت. نعم. جزاك الله خير. بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا. الى ولايه البويران اخت نورة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي. عندي سؤال. شوف انا امراه حامل عندي 4 شهور. نعم. رحت بدون كونترول قال لي بلي عندك بيبي ما فورميش وعندي المسيرة. واش قال لك الطبيب؟ انا رحت الطبيب قال عندك بيبي عنده المسيرة تنقص الديري. نعم. أكشان. ومن بعد قال لي لازم تطيحيه. قال لك لازم تطيحيه؟ ايه من بعد واحد اخر قال لي حرام. بعد كي قال لي هذاك حرام ان شاء الله خلاص جبت بروحي. ايه من بعد السؤال تاعي اسكو بالدعاء قادر زعما يبرا وليدي؟ ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله هذا هو السؤال. ربي يكون معكم ان شاء الله. ربي يشافيه ويعافيه ان شاء الله. ان شاء الله. ويمتعك قال لي امبوسيبل مرفوع عنده ما فيها رفع. لا مستحيل مع الله تعالى. الدعاء يغير مجرى القضاء ان شاء الله. ان شاء الله ربي يعافيكم. امين ان شاء الله. شكرا يا نورة. شكرا. في مكالمة أخرى؟ نعم. إذا نستكمل الإجابة مع أخونا سيد علي من العاصمة دكتور. مثلا سيد علي ند باللي أوها ربي المزين مرج وجن صرضي مولانا كي الشبح كي قلها قارن إمن سيفيت مشاورن إمولان يعقل يتسد الزيض يتسد فنين وقي ماذي منسي
وما أدرك ما تمطوط هذيك من سخاميك يلها ما تداوي الصرضي مولانيك دين يلهانا الطاس دين يقرزنا طاس إنسان البركة مقارنة. ولكن ذا يوصد النبي صلى الله عليه وسلم الدرية باش يرضوا عني مولا لكن ديو ربي سبحانه عز وجل. ولكن ذي الخير بالمعروف ماشي كان المعنى يسمى دام يوصد في اللسن يعني مولا أفضل من الدرية هذا حقر الدرية نغام كان نيفغانا كني يتجوج نسي الجهني نيثني أثن قبل النار مبلا السبة فرمات لا السبة يعني يقبل الشرع الخير ربح ميلا بلا السبة خاطي خاطر يا كاين ديني مولا غاديني مذان مرة إلا قد يعدي ذوك غربان الشرع من انك تروح على سام كانينا غتزوج السنة السبة يقبل الشرع يتعدى ذوك غربان الشرع يقبليت الخير ربح أغس نوال. ولكن ميلا بلا السبا كانك ذاك سيني مولان هذا ربي يوصاكن إن يوند وصاكن في الدريان ون المعنى يسميم الدريا إلى قد حذرن مولان لقد حذرن الدريان سن أما كان داغ الدريا إلى قد ضواني مولان سن ذا شو ذا الميزان يارسن تشرعيف. شكرا دكتور. نسمع إلى مكالمة عبد الله من سطيف. السلام عليكم أخ عبد الله. السلام عليكم أخ عبد الله تفضل. السلام عليكم. وعليك السلام. تفضل يا أخي. صلاة التسابيح كيف تؤدى؟ أعد سؤالك أخوي عبد الله. صلاة التسابيح كيف تؤديها؟ كيف تصلي صلاة التسابيح؟ صلاة التسابيح كيف تؤدى؟ نعم واضح إن شاء الله. شكرا أخوي عبد الله. شكرا. عبد الكريم من المدية يسأل يقول ترك عمي وصية لابنه الأصغر متمثلة في قطعة أرض تمنح له مات منذ شهر ويسأل يقول هل تطبق هذه الوصية؟ هذا السؤال الأول. سؤال فيه ثاني فيه تركة كيف تقسم؟ نبدأ بالسؤال الأول شيخ. نعم سي عبد الكريم الجواب كالآتي. أولا رب سبحانه قال في القرآن الكريم كي يوزع المواريث يقول من بعد وصية توصون بها أو دين. تكررت هذه الآية بصيغ مختلفة يعني الإنسان بعد وفاته كاين ما يسمى بالحقوق المتعلقة بالتاريخ. نعم. الحق الأول نفقات تجهيز الميت المشروعة. ميت مات نشوفوا قبل ما نقسموا التركة نتاعو قبل أن تصف تركته وتوزع على ورثته كاين حقوق متعلقة بالتركة نخرجوها. الحق الأول نفقة تجهيز الميت هذاك مثلا كفن نقل الجثة إذا كان مثلا خارج الوطن ينقل إلى هنا أو من ولاية إلى أخرى مثلا نفقة هذه عادة يعني قليلة في الحقيقة. علاش قلت هكا المشروعة باش ما يجيش بعض الناس يا أخي محمد صالح نبهني واحد يعني يطالي سؤال وأجبته ولكن لابد أن نشير هنا قال لك حنا نخليو مبالغ كبيرة ملايين نخليوها من أموال المورث. يسمحوا لي رجال الإعلام أنه قال لك باش نديروا هذيك نتاع ذكريات 3 أيام نخرجوها في الجرنان 7 أيام الشهر العام الجاي 40 قال بمناسبة كذا وكذا فوات 40 يوم نترحم على فلان. هذيك مصاريف يخصوها له مثل هذه الأمور. بعض الناس يوصي يقول لك يخلي مال ويقول وكلوا منه الناس إذا جاء وكذا يعني وصية في موته يعني يضيف الناس اللي يجيوه. لا هذه مقبولة باش يوصي يعني باش يوكل لأنه في عادات. نعم. والعادة محكمة كان أعراف. نعم. بنا بها هذه العادات محكمة كما تقرر القاعدة الفقهية العادة محكمة. أما إذا لم يوصي إذا كان لم يوصي عادي. إذا كان جاء ضيف جاء باش يزور وكذا جاء حضر الجنازة جاء من مكان بعيد يأكل الشيء اللي موجود والسلام. والأصل أن الجيران هم اللي يحضروا الطعام كما ورد في سورة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بس ما طلنا عليها شوية. معلش. بسمة من المدية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا بسمة تفضلي. عندي سؤال حابة نسقسيك عليه. نعم. ماما يتسقسيتكم نرجو منك الإجابة بالتفصيل فهمت تسمح فيك بإذن الله. تفضلي. في سنة 92 و 93 مانيش عارفة ماما كان عندها طهارة أخوها. مش كان عندها؟ طهارة أخوها الأصغر. وكانت تقول باللي كنا على قد حالنا ومخصوصين شوية. كان بابا ماهوش خدام. أعطاها دابا مبلغ من المال
جاها توصل خوها. نعم. أتسمع فيها يا شيخ؟ واصلي يا بسمة واصلي. أعطاها هذا المبلغ من المال تديه خوها توصل خوها. أعطت ماما هذا المبلغ من أخوها توصته له ومن شدة احتياجها للمال عاودت خذاته منه. نعم. دون ما يشوفها أخوها ولا أي واحد منهم. نعم. علما أن جدي كان عنده وقالت في بالها قالت وين حيبان دراهمي قدام دراهمهم عنده الله يهداك ما يخصوش. نعم. ايه من كانت تقصي فيكم ما حكم الدين في هذا التصرف؟ نعم. وهل ترجعوا ام لا؟ واذا رجعته تعطيه للام ام للاخ؟ وهل ترجعوا بالقيمه نفسها تاع 92 93 ولا ضعف المبلغ؟ شحال اللي اعطاها؟ 40,000. 400 دينار. ايه. 40,000. وهل تقولهم عليه ولا لا؟ 40,000. 40,000. 40,000. ايه 40,000. نعم واضح. نعم وهل واضح. تقول لهم عليه ولا لا؟ نعم واضح يا بسمة واضح. صحة يا فضيلة الشيخ، نرجو منك التفصيل في هذا إن شاء الله إن شاء الله تعالى. صحة يرحم والديكم ادعونا معكم يا شيوخة. إن شاء الله ربي يوفقكم إن شاء الله. شكرا يا بسمة. نعم. إذا هذه الوصية اللي تركها العام. اللي تركها العام نعم. يعني لا تنفذ إلا إذا أجازها الورثة. الدليل خاطر كنت نتكلم عن الحقوق المتعلقة بالتركة، كاين هذا طبعا تنفيذ اسمه نفقة التجهيز، كاين تسديد الديون سواء ديون الله أو ديون العباد. يعني إذا كان عنده زكاة في ذمته لازم تخرج إذا كان توفرت الشروط، وإذا كان دار نذر من النذور لازم الناس تخمم في هذا الشيء تبرئة لذمة الميت المورث. وكان ديون العباد طبعا العباد هما اللي يجيوا يطلبوا حقوقهم. وبعدين نأتي تنفيذ الوصايا. تنفيذ الوصايا الوصية التي تنفذ هي اللي تكون خارج العائلة. نعم. يعني خارج الورثة بالمعنى الدقيق يعني. أما الورثة لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. لأن الورثة عندهم حقهم في الفريضة الشرعية كما ذكرها القرآن الكريم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق ثنتين فلهن ثلث ما ترك إلى آخر الآيات. طيب نديروا الفريضة الشرعية ونطبقوها والورثة كل واحد يأخذ حقه اللي موجود في الفريضة. أما يأتي وارث يقول لهم حبسوا ما تقسموش التركة حتى نطبق الوصية، هنا لا تنفذ هذه الوصية إلا إذا أجازها الورثة، يعني الورثة الآخرون، بشرط أن يكونوا من أهل الإجازة ليكون رضاهم رضا معتبرا. لازم الشرع يؤكد على الرضا المعتبر، يعني لازم يكون من أهل الإجازة، عندهم الأهلية وعندهم أهلية الأداء وليس أهلية الوجوب. معنى ما يشيش طفل صغير نقول مثلا عنده 6 سنين نقول له تقبل باش هذيك القطعة الأرضية باباك وصل لخوك واحد آخر باش يديها وحده. طفل صغير ما يعرفش يقول نعم، واللي يضغطوا عليه وليك الخولو لا لازم يكون من أهل الإجازة، وحتى كي يكون كبير لازم يكون عقله. حتى القائم عليه يقدر له المصلحة. نعم حتى القائم عليه سواء كان قيما مقدما أو كان وصيا، يعني في تفاصيل أخ محمد صحيح. إذا كنقولوا يا جماعة الخير وصية الورثة ما تطبقوهاش إلا إذا كان الورثة يعني كانوا كلهم من أهل الإجازة كبار وعاقلين عندهم الأهلية ماشي محجور عليهم وكذا يوافقوا خلاص. إذا وقع الاختلاف إذا بارك الله فيك. نعم. شكرا، سؤال دقيق. فإذا وقع الاختلاف مجموعة من الورثة قبلوها وافقوا عليها والمجموعة الأخرى رفضوها، تطبق في حصص المجيزين. تطبق في حصص المجيزين طبعا بعمليات حسابية دقيقة. تطبق في حصص المجيزين في أنصبتهم. أما الأنصبة نتاع اللي رافضين تبقى أنصبتهم وحصصهم ثابتة كاملة. نعم بارك الله فيك. الآن يطرح مسألة في الميراث، يقول ترك هذا العم زوجة وأما و3 أبناء وبنتين وأخوين شقيقين، فما هو نصيب كل وارث في المسألة؟
نعم. دائما كل ما تأتي فريضة نقول لصاحب السؤال ارفد قلم وورقة واكتب باش ما تغلطش. نعم. الزوجة يا سي عبد الكريم هنا ترث الثمن. السبب لوجود الفرع الوارث، مدام اللي مات خلى ولاده ذكور وإناثا منها أو من غيرها، منها أو من غيرها، منها أو من غيرها، إذن الزوجة نتاعو ترث الثمن ان ويتيام. الأم فرضا. نعم. فرضا. الأم هنا ترث السدس لسببين، لأن الأم ترث السدس في صورتين. نعم. الصورة فرضا، الصورة الأولى عند وجود الفرع الوارث مطلقا سواء كان ذكرا أو أنثى، جمع من الإخوة، وهناك عندنا زوج إخوة اجتمع السببين، فاجتمع السببان، لذلك ترث السدس الأم. الباقي يوزع على الأبناء، ثلث أبناء والبنتين، ثلث أبناء كل واحد بزوج بالضعف معناتها راهم يوليو في 6 هكذا. نعم. وزيد البنتين معناها 8. الشيء اللي بقى يوزع على 8. الشيء اللي بقى يعني بعد ثمن الزوجة وبعد سدس الأم، الشيء اللي بقى طبعا أصل المسألة هنا 24. إذا كان درنا 24 الزوجة ترث الثمن، ثمن 24 معناتها 3 أسهم. الأم ترث سدس 24 معناها 4. 4 زائد 3 يساوي 7، ناقص 24 بقات 17 هكذا محمد صالح. نعم. 17 بقات 17 هذه توزع على 8. خطر علاه كي نطبقوا الآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، معناه كل ذكر بنصيبين. فبالتالي إذن هم راهم في 6 زائد البنتين معناتها ولاو 8. 17 مقسومة على 8 لا تقبل قسمة، فيها فاصلة، فيها كسر، وهذه في لغة الفرائض نقول المسألة فيها انكسار على مستوى الطبقتين وتحتاج إلى تصحيح. نصحح هنا مادام العلاقة بين 17 وعدد الأسهم اللي بقات وعدد الرؤوس هي علاقة التباين، وعلاقة التباين تقتضي الضرب، مع نأخذ عدد الرؤوس المنكسر عليهم 8 نضربوها في 24 لتحصيل الأصل الجديد للمسألة، وبعدين نضرب السهام القديمة المستخرجة من الأصل الأول 24 مضروبة في العدد الذي صحت به المسألة وهو 8، والناتج كل واحد يأخذ الناتج نتاعو من الأسهم. وفي النهاية يأتي الخبير العقاري إذا كان أرض، ولا خبير مال إذا كان مال نقود، يوزع على أصل المسألة وكل واحد يعطي له النصيب نتاعو. هذا هو. إذا الزوجة لها الثمن، الأخوين الشقيقين الزوجة لها الثمن، الأم لها السدس، والباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين بالنسبة للأبناء والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين. أما بالنسبة للأخوين الشقيقين هذون محجوبين حجب حرمان، محجوبان حجب حرمان بالأبناء، يعني الأبناء يحجبوا الأخوين الشقيقين باش عن طريق الجهة. نعم. لأن جهة الأبناء ينتمون إلى جهة البنوة. نعم. والأخوان ينتميان إلى جهة الأخوة، وجهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة. إذن الأخوان الشقيقين ما يديو ولا شيء. الأخوان الشقيقين محجوبان حجب حرمان، والأقرب يحجب الأبعد. نعم. قواعد جليلة في الميراث. نعم. سبحان الله. نعم. إسماعيل من ورقلة يقول له محل تجاري لبيع الألبسة وعليه ديون مع جهات رسمية، يدفع هذه الديون على أقساط شهرية معلومة، يسأل عن كيفية زكاة المال في محله. نعم يا أخي إسماعيل، أولا أنت دير جرد لمالك، جرد للبضائع اللي تملكها هكذا. فإذا كان وجدت عندها أكثر من النصاب يعني بلغت النصاب، معناتها تدفع الزكاة. الآن ترك مدين. نعم. ولكن هذه الديون لو كانت حالة كلها معناها خلاص ما كي تخرجها ضربة واحدة جملة واحدة، لا يبقى لديك شيء، أو ما بقي لديك أقل من مقدار النصاب، إذن فلا زكاة عليك. ولكن إذا كان بقى أكثر من النصاب، وهذه الديون بارترونش يخلصها كالندري، يعني عنده يخلصها في شكل أقساط. مثلا القسط يأتي بعد 3 شهور، والآخر بعد 7 شهور إلى آخره. ما تجبدش الأموال تخليها هك تقول هذه أسد بها الأقساط اللي جاية، لا، ذلك المال
خاطر من مقاصد الزكاة المال لازم يخدم، لازم يمشي فيه مال باش ما تدخلش داخل الإثم المكتنزين ما تكتنزوش. طيب أكيد لو كان كل الأموال لازم يخرجها في الحين، صح نقولوا له ما عندكش نصاب، إذا أقل من نصاب ما تخرجش، ولكن ما دام الله يبارك، لأنه علاش قلت هكذا محمد صالح أسئلة كثيرة ترد في هذا الباب. نعم. كاين ناس الله يبارك عنده محلات وعنده مصانع، عنده خيرات ما شاء الله، وعنده ديون، عنده ديون من لي زامبو، يعني الضرائب يسالوا له وفلان يسال وهكذا. فبالتالي إذن ماشي بدعوى وجود هذيك الديون، وهي ديون ماشي حالة، يعني ماشي درك اللي يخلصها. نعم. عندهم الوقت بالأقساط بارترونش، مازال الوقت، كاين بعد عام، كاين بعد عامين، كاين بعد 5 سنوات. وكاين من يجد هذه ذريعة فلا يقدم زكاة ماله، لا يخرج زكاة ماله، يقول أنا مدين. كي ندير كاع لانفونتير ونقول كذا، قال روحي باللي يسالوا لي حسرة، لونسيج يسال لي ولي زامبو يسالوا لي إلى آخره وما يخلصش. شوف واش عندك الديون الحالة خرجها، والأقساط كي يجي وقتها خرجها. الآن تخرجوا نصيب صغير، يعني يا عجبا ربي عطالك بزاف وانت تخرج شويه برك 2.5%، ربع العشر. الا عندك في المحل نتاعك 200 مليون تخرج 5 ملايين برك، الا عندك 400 مليون تخرج 10 ملايين. 10 ملايين بالنسبه ل 400 مليون سنتيم يعني حاجه قليله جدا. خرج ربي يعطي لك ان شاء الله، وربي يخلف ما قدمته ان شاء الله، والزكاه فيها تطهير وفيها نماء، وقضى الله عنه دينه ان شاء الله. نعم. زبيدة من البوليدة تصوم الاثنين والخميس وصامت من شعبان أيام البيض، الآن تسأل عن الأيام القادمة، وربما هي سمعت أنه إذا انتصف شعبان فالإنسان يمتنع عن الصوم. التوجيه في هذا الامتناع، متى نمتنع عن الصوم عندما ينتصف شعبان؟ والله يعني في حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها كان يصوم يعني شعبان كتقول كأنه لا يفطر، وكأنه كان يفطر وكأنه نعم لا يصوم. كان يكثر، لأنه هذا شهر يغفل عليه كثير من الناس. رجب يصوم، ولكن هذا الشهر اللي قبل شهر رمضان الفضيل كثير من الناس غافلين عن صيام هذا الشهر المبارك شهر شعبان. لذلك يا أختي أنت مادام والفتي تصومي الاثنين والخميس إذا حبيت، طبعا هذه نافلة، هذه نافلة. فإذا كان وصمتي الله يبارك 13 14 15 يعني الأيام البيض، نسأل الله لك القبول. آمين. ولكن درك إذا كان يعني أنت قادرة على الصيام فصومي، يعني نعطي عند التحقيق، لأنه في آراء فقهية في هذا الباب. فبالتالي أرى الرأي الذي أرتاح إليه ما دام هي نافلة. الصيام وردت في أحاديث يعني في فضل الصيام هذه الأيام. إذا كان قادرة هذا لا يتعبك ولا يرهقك، كملي صوم الاثنين والخميس. المنهي عنه هو صيام ليلة الشك، هذا يوم الشك يعني. نعم. هذاك فيه نهي. أما الباقي أو إفراد الجمعة أو السبت أو الأحد بالصيام. ما عدا ذلك فصومي الاثنين والخميس حسب قدرتك. إذا كان عجزتي أو أرهقت توقفي تحضيرا إن شاء الله تعالى لصيام الشهر الفضيل شهر رمضان. نعم. سؤالها الموالد تقول أنها تمتنع ولا تذهب لأداء صلاة التراويح والصلاة في المسجد. الأسباب اللي ذكرتها أنها لا تكثر الحديث مع جاراتها في المسجد وتتحرج من ذلك، ولهذا السبب امتنعت فأنكرنا عليها. هذا الإنكار في محله أو لا؟ والله يا الأخت زبيدة، أولا المرأة ليس شرطا أن تصلي صلواتها في المسجد، حتى صلاة الجمعة يعني شروط الجمعة الشرط الأول الذكورة، شروط الوجوب الشرط الأول هو الذكورة، معناه وجبت صلاة الجمعة على المسلم المكلف الذكر وليس على النساء. هذا بالنسبة لصلاة الجمعة. وكذلك الصلوات الأخرى. ولكن لا ننسى أيضا جهة أخرى، نبينا صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. المرأة اللي بغات تروح تصلي صلاة الجمعة أو تصلي التراويح كما تفعل الأخت زبيدة الله يبارك، الحديث واضح، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، أليس كذلك؟ نعم. الآن أنت عندك حرج بينك وبين يعني جيرانك. جاب لي ربي كنصيحة يا الأخت زبيدة، هو ربي سبحانه قال وما جعل عليكم في الدين من حرج. وفقهاؤنا استنباطا من النصوص الشرعية في القرآن والسنة قالوا الحرج مرفوع، يعني الأصل بين كمسلمين أنهم نرفع الحرج عن بعضنا البعض، ما نحرجوش الناس. معنى هذا توجيه
لنا جميعا أن كل واحد ما يحرجش الآخر. هذه قاعدة عامة الواجب أن نلتزم بها. طيب، ولكن الآن أنت راهم يحرجوك يتكلموا معاك وكذا وكذا، يعني ممكن أن تعتذري بأدب، ممكن ماشي مادام راهم يتكلموا معاك وكذا وكذا تتخذين ذلك ذريعة وتتركين المسجد نهائيا. لا، هذا ما ينفعش، يعني هذا غير مقبول يا الأخت زبيدة. قادرة تروحي تصلي كالعادة عادي، حينما تنتهي الصلاة تعتذرين بأدب والسلام. والمطلوب منهن قبول الاعتذار، ما هوش يقولك لازم نتكلموا معاك ونحرجوك وإذا كان ويزيد، هذا ما هوش مقبول إطلاقا، لأنه الآن توجيه لهن باش ما يحرجوكش. أما أنت مطلوب منك أن تعتذري لتخرجي من هذا الحرج بأدب، ولا يكون ذلك سببا أو ذريعة للتخلي عن المسجد تماما حتى حين الرغبة في زيارة المسجد أو لأداء صلاة الجمعة أو صلاة التراويح. سألت عن الابن عمره 16 سنة وذهب إلى أحد الناس اللي كان عنده بستان وجنان ووجد سكاكين. هو صاحب البستان هذا فضيلة الدكتور سعيد أخذ يعني 2 من السكاكين وطلب صاحب البستان واحد لكي يذبح به في العيد كما قال. الآن هل عليه شيء؟ وأولا هذه تأخذ حكم اللقطة، ليس كذلك؟ في شيء محوز يعني. نعم، في جنان وليس في يعني هذا الجنان هذا مملوك يعني. ولكن هل صاحب الجنان ادعى ملكيته لهذه السكاكين؟ لا، هو طلب واحد فقط يعني. هو طلب نعم. الدزوج عجبه واحد طلب. لذلك أنا في هذه باش خروج من كل خلاف. نعم، خروج من كل خلاف واحد يتخلص من هذه السكاكين، لأنه الأفضل حتى إذا احتفظ بها يعني يتكلم عليه، يعني يذيع الخبر معناه من ضيع كذا وكذا من أجل إرجاعها لصاحبها، لأنه هذا كسائر الأشياء الأخرى. وإن كان ربما السكين ممكن الإنسان يفهمه، ربما الناس إنسان داروا ثم لغرض ما هوش مليح، ولا حنا ما ندخلوش في هذه النيات. نعم، ما ندخلوش في النيات. لقيت حاجة ماشي نتاعك، فبالتالي مادام هي راهي في ملك شخص معين في أفضل يعني. في عندها تعطيها لصاحب البستان، ترجعها لصاحب البستان. نعم. وصاحب البستان يعرف بها عند بعض الأقوال شهر، يعرف بذلك الشيء، طبعا دون أن يذكره باللي هناك شيء وجدناه في البستان ربما قد يدعيه شخص معين. وإذا كان ما كانش خلاص، إذا أخذها صاحب البستان فيجوز له، أخذ حكم اللقطة بالنسبة له. وإذا كان تخلص منها يمدها لمن يحتاجوها من المحتاجين من الفقراء والمساكين، ذلك أحسن. ما بالنسبة لوليدك اللي جاب هذا السكين يتخلص منه، يدي ذلك صاحب البستان أو يمده هو مباشرة لأحد المحتاجين وتتخلصوا من هذا السكين. نعم. مجيد من العاصمة، ملخص سؤال فضيل الدكتور: الاستعانة بالجن المسلم وما طلب منه هذا الراقي. يذبح الكبش والفروج. يا أخي مجيد، أولا نشكرك جزيل الشكر أنك سألت قبل أن تنفذ. وجود هذه الأمراض نتاع الوسواس والقلق، هذا ربي سبحانه يبتلينا بما يشاء لا بما نشاء. فيه قواعد مهمة في التعامل مع القضاء والقدر. ربي سبحانه يجربنا بما يشاء لا بما نشاء. القاعدة الثانية: يجربنا متى شاء لا متى نشاء، كيفما شاء لا كيفما نشاء. إذن هذه الأمور ونديرها بحاجة أخرى، أنه نتخذ الأسباب، ومرنا باتخاذ الأسباب، ومرنا شرعا باتخاذ الأسباب، يعني العلاج، التواصل مع الطبيب المختص، كان دي بسيكولوج يعني علماء نفس وأطباء في النفس الإنسانية يعاونوا المريض من أجل يعني الخروج من هذا النفق نتاع الوسواس والقلق المدمر للإنسان. طيب، إذا كان الأطباء قال لك ماشي خدمتنا ما نقدروش، تروح اللي يدير الرقية الشرعية أو أنت ترقيها، لأنه لازم نفهموا باللي الرقية الشرعية يا أخواننا الكرام
ماهوش لازم يكون واحد راقي متخصص، ولا ليس شرطا واحد يرقي روحه يحافظ على القرآن، يحافظ على الأدعية، وبعدين كي يجيب ربي الشفاء يجيب ربي الشفاء والسلام. هناك أناس كثير كثر هكذا يداوون نفسهم، يقرأ القرآن. ربي قال في القرآن الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اقرأ القرآن، حافظ على الأدعية، هذه كلها محصنات الإنسان يتحصن بها، والشفاء في يد الله، والرقية عبارة عن سبب. طيب، وإذا رحت لأي شخص يعني عرف بالرقية الشرعية، انضبط بضوابطها، وقد ذكرناها منذ تقريبا أسبوعين، ضوابط الرقية الشرعية في هذا المقام بالذات. إذا كان إنسان عرف بانضباطه بالضوابط الشرعية في الرقية، يعني يروحوا ليه، ما كانش حرج. ولكن من الضوابط الشرعية أنه ما يكونوش هذا نتاع الكبش والفروج وكذا. والبارك الله فيك، سقساك خويا محمد صالح أنك ما نفذش، وأعطيك الصحة كي ما نفذش، ما تذبح الكبش ما تذبح الفروج، هذا وما تستعين بالجن المسلم، ولا يجوز الاستعانة بالجن المسلم. هذه من المتاهات الخطيرة اللي بعض الرقاة يدخلوا الناس فيها. يقول له: واش راك تجيب واحد وكاين يولي كي سكانير، يجيبوا أشخاص هذه خدمتهم، يربط اليد في اليد ولا يديرون في الماء المرقي ويغمض له عينه ويكابتي هذاك رادار ويكابتي ويقول واش يحب طبعا. ومن بعدين يقول لك راه يتعامل مع الجن. لا، هذا الوقت ما يسمحناش باش نفصلوا يا سي ماجد اخويا، ولكن كجواب يعني حاسم في الموضوع: لا يجوز الاستعانة بالجن المسلم ولو كان مسلما. اقرأ القرآن، اقرأ أدعية النبي عليه الصلاة والسلام المأثورة، واشفى في يد ربي سبحانه عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يشفي والدتك، وأن يشفي جميع المرضى عاجل لا أجل. ربي يحفظهم وربي يحفظها لك إن شاء الله، وربي يشفيها. حتى الجن المسلم لا يفعل هذه الحماقات هذه. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. نعم. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. نعم. يعني الجن المسلم إذا أسلم فهو مستقيم، يعني فهو مستقيم، لا يمكن أن يكون في ما يديرش هذه الحماقات. نعم. يعني ذكرتني بأوائل سورة الجن. نعم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ما ندخلوش في هذه المتاهات نتاع التعامل مع الجن المسلم وكذا وكذا. وبعدين بعضهم يجيب له قصة، يقول اللي دار لك السحر فلان، واللي دار لك، وبعض المرضى يشترطوا يقول لك الراقي إلا ما قال لكش شكون دار لك السحر معناه ماهوش راقي. ولا ميزان آخر للأسف الشديد يقيسوا به الناس ويحكمون على الرقاة. الراقي اللي يلتزم بالشريعة يدير الرقية نتاعو بالضوابط الشرعية ويشفى في يد ربي. أما هذه التواصلات وقال لي وقلت له ولا والسحور هذا في الشجرة تحت الشجرة تحت الباب فوق الباب في القرمود إلى آخره، اللي داروا خالتك عمك وكذا، كل هذا كلام مدمر لا أساس له من الدين. ومن نصحه فقد غشه يعني. سبحان الله، يعني قالوا له راه إنسان في بلاد بعيدة قالوا له بارك الله فيك حتى يسافر خارج الوطن، يقطع المسافات البعيدة. نعم. من أجل حتى الذي نصحه سبحانه. والمستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن. الله يكون في عونه إن شاء الله. نعم. نورة من البويرة قالت أنا حامل في الشهر الرابع، والطبيب أخبرها بأن الجنين في رأسه الماء. هذا الطبيب أمرها بالإسقاط، طبيب آخر قال لها لا. الله أكبر، الله أكبر. ماذا تقول يا شيخ؟ الله أكبر. يعني كي كانت الأخت نورة تتكلم جات واحد الأحداث هكذا يعني تتدفق. سبحان الله. نجاوب بقدر الإمكان يا الأخت نورة كالآتي. أولا، الطبيب اللي قال لك جهضيه دير الإجهاض، هذا خطأ، هذا خطأ شرعي وطبي، خطأ شرعي. لأنه حتى ليكوغرافي، ونأكد على هذا منذ فقط مدة وجيزة التقيت مع أحد الأطباء الخبراء الكبار، وعندنا قضايا قد نذكرها إن شاء الله في مستقبل الأيام، إما في هذا البرنامج أو في برنامج والصلح خير. بنتكلموا على الأخطاء، وحتى هناك قضايا على مستوى المحاكم خارج الوطن وداخل الوطن. للأسف الشديد ليكوغرافي هذه قدر تغلط. قبل ما نجاوب الأخت نورة نجاوبها، نعطي لها واقعة حقيقية، وصاحبتها إن شاء الله بالك راهي تتبع فينا الآن. ليكوغرافي، طبيب قالها ديري رقية، ديري الإجهاض، ديري الإجهاض لأنه الولد نتاعك راه مونغول وراه كذا راه كذا راه كذا. وكان الجواب
في هذا المكان قريت قوله تعالى ونقر في الأرحام ما نشاء. يعني ربي سبحانه هو اللي يخلق واللي يخلق ما يضيع. هذا رقم واحد. ربي قال ما نشاء، إذا ما ندخلوش في شؤونه. ممكن تقولي فرضا أن الليكوغرافي هذاك الكشف الطبي هذاك صحيح. طيب إذا كان على ربي يعطلوا المرض البطن يماه وهو جنين، نعم، كش واحد يسأله، هذه ابتلاءات من عند ربي سبحانه عز وجل. ممكن يعطي المرض الجنين في بطن يماه، ممكن كي يزيد عنده عام، ممكن كي يكون عنده 70 سنة ولا ندري. حنا نقولوا مرحبا باللي عطى الله والسلام، قدر الله ما شاء فعل. الأمر الثالث أنه ممكن ليكوغرافي تخطئ، وهذا القصة اللي حبيت نحكيها الآن باختصار. هذيك المرأة الله يذكرها بالخير بعد ما سمعت هذا الجواب فاقتنعت بأنه لا يجوز الإجهاض، لا يجوز الإجهاض، لأن الإجهاض ما معنى واحد يقرر باش يسلب حق الإنسان في الحياة، لأنه الجنين له حق في الحياة، ويأتي الأب أو الأم أو الطبيب وكذا هم يقرروا، يديروا قرار يقول قررنا سلب حق الجنين هذا في الحياة بأي حق، بأي حق نعطلوش هو أيضا فرصة الحياة. فكان نعم مرد هذا الدكتور قاطعتك. نعم. وليس الأخطاء الطبية في حد ذاتها، حتى التقليد للغرب. نعم. يعني في الغرب بعض البلاد الغربية لا يسمح يعني بإنجاب مثل هؤلاء. نعم. حتى لا يكون في المجتمع معوقين مشوهين، فأصبح يعني التقليد للغرب أكثر من الأخطاء الأخرى يعني. بارك الله فيك الأخ نعم. محمد صالح، لأنه كي شغل الدنيا هذه بالاختيار. نعم. يعني اللي كان صحيح كامل مرحبا به عنده حق يعيش يمر. أما اللي مونغول مريض راسه كبيرة ولا عنده الماء ولا عنده كذا، هذا لا ما تمرش، هذا ما تجيش للأرض، لا نستقبلك في الأرض. نعم. هذا خطأ، هذا خطأ. نعم. وهذا الواقع، وهذه فلسفة خاطئة. لذلك نحن مسلمون. نعم. المسلمون نقولوا مرحبا بالله عطى الله والسلام. بعدها يا أخي محمد صالح والحمد لله رب العالمين هذيك المرأة طبقت الفتوى وأنجبت ولدها كاملا حتى وبعدين صار في يعني خطأ طبي، يعني خطأ في الليكوغرافي في الكشف أو في الوصف تشخيص وخطأ والسلام، خطأ بشري عادي، البشر يغلطوا والماتريال يغلطوا عادي، ما نقولوش كاع الليكوغرافي تغلط، لا حاشا، ولكن هناك اخطاء تقدير. نعم، اخطاء في التقدير، اخطاء في التشخيص الى اخره. والولد كامل متكامل والحمد لله رب العالمين، صحه جيده تماما. وفي قصه اخرى ايضا قالوا عندك بنت ولكن مشوهه تماما وحش، هكذا اللي الطبيب اللي قالها بنتك وحش، وفي الاخير لا، ظهرت مثل القمر الله يبارك، عندها شعر طاح على وجهها. نعم. وكي خرج في الليكوغرافي خرج كانها وحش، ولكن هي ما عندها ولا عيب. الآن راهي تقريبا في عمرها حوالي 5 سنوات، هذه البنت نتكلم عليها الآن ما شاء الله. لذلك يا ناس ربي قال ونقر في الأرحام كانت ستسلب الحياة منها يعني. نعم، وندمت وكانت تبكي وهي تقول كلما رأيتها بكيت. نتصور له أنه لو قتلتها لو جهلتها يعني تموت والسلام عليكم. نعم. بالمناسبة قريت تقرير مؤخرا عن منظمة الصحة العالمية يتكلموا عن حالات الإجهاض تحت عنوان في العالم، تحت عنوان الإجهاض مجزرة بشرية. نعم. معنى الملايين من الأجنة يموتوا بسبب الإجهاض، يسمى الوأد الحديث. الوأد، نعم هذا وأد. هو ربي سبحانه قال عن البنات في الزمان تاع الجاهلية وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وهذا نوع آخر حديث من أنواع الوأد. نعم. طولت شوية في هذه يا بنتي نورة. نعم. نقول لك اتكي على الله، اتكي على الله وما تديريش الإجهاض، وإن شاء الله ربي يعافيك وربي يرزقك بهذا الجنين إن شاء الله يكون صحيح كامل متكامل ويتربى في عزك إن شاء الله تعالى يا رب العالمين. عبد الله بن سطيف يسأل عن كيفية صلاة التسابيح. نعم. أو صلاة التسبيح. نعم، أول صلاة التسبيح هذه ذكرنا في أكثر من مرة بأنه يعني الحديث الذي ذكر صلاة التسابيح للعلماء فيه أقوال، ولكن معلش باختصار يا أخي عبد الله، بعد ما تقرأ سورة الفاتحة أم الكتاب وبعدين تقرأ سورة أخرى ثم تسبح 15 مرة ثم تركع، بعد ما أيضا تسبح في الركوع، وبعدين عند الرفع من الركوع تقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أيضا تسبح 15 مرة، وبعدين تسجد وفي السجود 10 مرات، وبعدين في الجلسة بين السجدتين أيضا 10 مرات، ثم تسجد سجدتين 10 مرات، وهكذا يعني خلال ركعتين كاملتين. نعم.
إلى بسمة من توصل مرة في الشهر أو مرة في السنة، أو في حديث في هذا الباب يعني يفصل، ولكن للعلماء فيه أقوال. نعم. خذنا بسمة من المدية تسأل لأمها، خالها كان سيختن وختن، الوالد أعطى لأم بسمة مبلغ من المال، قال أعطيها لخوك هذا اللي راح باش نفهمها مليح ما سجلتوش مليح. إذن باباها والد بسمة أعطى للأم بسمة مبلغ من المال اللي أم بسمة. أيوة. نعم. زوجته يعني زوجته تمد لخوها، خوها كان سيجري عملية ختان، هي راهي تمد لخوها، مدته على أساس القرض. أيوة. فأقرضته 400 دينار 40,000. أيوة. ثم بعد مدة طالبته بذاك المبلغ. الآن بعد مرور طالبت هي أعطت لخوها على أساس القرض. نعم. كأنها هي أقرضت الأخ. نعم. الآن بعد مدة طالبت أخها بذلك القرض. نعم. الآن هي تسأل كيف ترجع هذا المال. نعم. اتضحت الصورة شيخ؟ اتضحت. نعم. تماما. أولا هنا 92 إلى غاية الآن. الجواب إذا كان طالبت بالمبلغ كما قدمته، نفس المبلغ نفسه تطالب به، طالبت بالمبلغ نفسه، خلاص هنا هذا قرض حسن، أعطت له 400 يرجع 400. ولكن إذا كان راحوا إلى المرجع اللي هو الذهب، يقول في هذاك الوقت أشحال قيمة هذاك المبلغ بالنسبة للذهب. نعم. إذا كان مثلا يشتري جرام ذهب، مثلا جرام ذهب ولا 2 جرامات نتاع ذهب، الآن من حقها أن تطالب بالمبلغ الذي يكفي لشراء غرامين من الذهب. نعم. معناه كأنني الآن حبيت نقول أمرين كلاهما صحيح. إذا كان اعتبرت القرض الحسن المبلغ اللي مدته تطالب به، فهذا أمر مشروع. في هذه السنتين شحال كان نصاب زكاة يا شيخ؟ في هذه السنتين لا أذكر جيدا ولكن أعتقد في حدود 10 ملايين هكذا، في حدود 10 مليون 10 إلى 10 وشوية أو 11 مليون. نعم. معناتها حوالي 100,000 دينار جزائري، يعني 1000 دينار الجرام أو تقريبا. نعم. ولكن الآن راه زاد. نعم. لذلك حبيت نقول هذه المسألة بسيطة، مع إذا كان اختاروا هذا الرأي الثاني بسهولة نعود إلى سعر الذهب في ذلك الوقت، ثم نعطي لها المبلغ لأنه ربما الوقت ما يسمح باش نقول كلمة أنه الآن المال إذا كان واحد سلف مبلغ مثلا 20 مليون في سنة 1980، الآن يرجع له 20 مليون في 2014. 20 مليون تاع 1980 ولا 1990 راهي مبلغ محترم، قدرة شرائية كبيرة ويقدر يجيب فيه أشياء كثيرة جدا. ولكن ومع ذلك نجد من يقول من الفقهاء بهذا القول، يعني نعم، يرجعها 20 مليون. نعم. ولكن هناك فقه آخر من الفقهاء يقول لا، فيه إجحاف، وإلا الناس لا يقرضون. يقول لك ما دام نقرضوا بعد سنوات طويلة ويرجع نفس المبلغ. نعم. نفس المبلغ. احنا عندنا المرجع، لأنه علاش كان تعمق أكثر الأخ محمد صالح، هذه الأموال التي نتداولها هل عندها قيمة ذاتية أم قيمة قانونية؟ الجواب قيمة قانونية. نعم. الذهب، تخلي الذهب، المرأة عندها ذهب خاتم ولا سلسلة ولا كاش حاجة، إذا كان شريتها في 1960 والآن تروح تبيعها القيمة نتاعها موجودة. نعم. الذهب يحتفظ بقيمته الذاتية. نعم. ولكن المبالغ الأموال سواء نقود ولا ورقية ولا، القانون هو اللي يعطي لها القيمة، يقول هذا الورق عنده قيمته 1000 دينار. نعم. ولا 500,000 ولا 5000 دينار ولا هكذا. لذلك القيمة الحقيقية هي القيمة الذاتية للذهب. لذلك العودة إلى المرجع هذا أمر لمن مشروع. ترجع هذا المال؟ ترجعه طبعا لأخوها. نعم. نعم. لأنها أعطي بنية التمليك. يملك. نعم. بارك الله فيك دكتور. بارك وقت الوقت انتهى تمام. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة والوفاء لبرنامج هلا سألوا. إلى الغد لقاء جديد إن شاء الله يجمعنا بكم في رعاية المولى وحفظه. تحياتنا لكم جميعا وفي أمان الله.